السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وهنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي، وربنا يصلح حالكم وحال أمة المسلمين أجمعين وحال العباد، ويشفي كل مريض يا رب، ويبارك في صحة كل اللهم امين يا رب، ويخلي لنا امهاتنا. النهارده قلت هعمل معاكم رز السمك بطريقه سهله وبسيطه، يعني احتمال احمر معاكم السمك واحتمال لا. هقول لكم ليه بقى. لان انا كنت متبله السمك وحطاه في الفريزر، وقلت النهارده هعمله ان شاء الله، وهحتاج اعمل جنب منه حبه رز. عايزه اقول لكم الرز دوت هتسيبوا السمك وتاكلوه عن تجربه. حاجه كده روعه روعه روعه، احلى من الروعه كمان والله. يعني فعلا هقول لكم ايه، هتسيبوا السمك وتاكلوه من جماله. هنا يا حبايبي عندي بصلايه كبيره. عايزه اقول لكم كل ما كترته في البصل كل ما كان طعمه روعه. انا ما كانش عندي جزر غير هما دول بس، هيكفوا ان شاء الله. دي حوالي جزرايه. تمام يا حبايبي، انا كنت بشراه وحطاه في الفريزر. طول ما هو الحاجه رخيصه بعملها واحطها في الفريزر، وقت ما عاوزها الاقيها وبطلعها. وهي الحاجه غاليه، الحاجه رخيصه بقعد استعمل منها وبشيل منها كميه. يعني بجيبها اعمل كميه واشيلها واستعمل بقى طول ما هي رخيصه. اول ما تبتدي تغلي اطلع بقى اللي ايه اللي كنت شايلاها. لازم لازم يعني دماغنا كده تبقى شغاله، مش اللي انا هجيب الحاجه واحوشها واقعد استعمل، يعني احطها في الفريزر جايباها عشان استعمل منها. لا، انا بعمل كده طول ما هي الحاجه رخيصه. اجيب زي ما قلت لكم، مش عايزه اطول عليكم يا حبايبي، هجيب معلقه كده من الزيت او معلقتين حسب كميه الرز اللي هنعملها. هنا انا هعمل كوبايه رز مش اكتر من كده، لان انا مش هعمل سمك كتير. تمام. حطيت اهي حوالي معلقتين من الزيت يا حبايبي، هحطهم بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل مع بعض ايه. عايزه اقول لكم ان في هنا في معلقه صلصه او طماطم، بس عن تجربه الصلصه بتبقى احلى. يعني انا مش بستعمل الصلصه كتير، بس تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، هنا كده انا ولعت على الزيت. بسم الله، واحط البصل عليه. تمام كده، نقلبها بقى مع بعض. هنا يا حبايبي البصله اصفرت كده. تمام، اقوم حاطه عليها الجزر. بسم الله. المفروض ان انا بحط عليها فلفلايه كده بقطعها، بس للاسف انا ما لقيتش فلفل عندي، فايه هقلبها كده. عايزه اقول لكم يا حبايبي لما بنكتر الجزر عن كده شويه بتبقى جميله. هنا بقى انا هحط ايه، قد ربع معلقه كده من البهارات. هحط حاجه بسيطه من الفلفل الاسمر. نحط ملح. بسم الله. حسب الكميه بقى اللي احنا عاملينها. هنا هحط على كوبايه الرز اقل من ربع المعلقه الصغيره ملح. بصوا حبايبي، هنا بقى اكون غاسله الرز واحطه كده. عايزه اقول لكم دي كوبايه رز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا يا حبايبي، احنا بنحاول نقتصد عشان ما نرميش اي حاجه. فهنا هاكل بس انا وزوجي سمك، فعملت كوبايه الرز لكل واحد مننا اللي هي نص كوبايه، عشان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على بال ما هيستوي هيرمي اكتر. عايزه اقول لكم هنا بقى حمرت الرز كويس. هنزل بمعلقه الصلصه. تمام يا حبايبي، ونقلب. معلش انا عشان الحامل واقع، فحاسه ان انا متعذبه في التصوير. الحامل مكسور، ابني كسره ربنا يهديه. عايزه اقول لكم هنا بقى يا حبايبي الميه بتاعته بيبقى مقدارها، بصوا فوق الرز كده، يعني ما فيش قد شبر. تمام يا حبايبي. اهم حاجه بصوا لما تيجي تمسكي المعلقه اللي هي لا تبقى ماسكه ولا اللي هي تقع خالص. تمام يا حبايبي. فوق الرز كده بعقله صباع. هنعلي عليه النار، اهم حاجه نغطيه ونعلي عليه النار. بمجرد ما بيتشرب نوطي النار عليه ونرجع نشوفه مع بعض. هنا حبايبي في المرحله دي بقى بنوطي. بصوا النار عليها بتبقبق ازاي، وكل شويه تبصي عليه وتقلبيه عشان ما يتلسعش من تحت وتطلع معاكي الرزايه حبايه بحبايه. هنشوفها ان شاء الله مع بعض لما تخلص. هدي بس النار كده، وانا حطيت الشياطه
ونشوفه بقى مع بعض لما يخلص. حبايبي يكون كده خلص الرز. عايزه اقول لكم بصوا هو واحده بواحده كده روعه كده حبايبي. بعد ما حطيت بقى عشان نعمل شكل جمالي بقى يعني وعروس زاويه اهي. احط بس الطبق كده بسم الله، اقلبه بقى يا حبايبي بقى واتفرجوا على الجمال بسم الله عشان سخنه. بس عايزه اقول لكم اقسم بالله من احلى الرز اللي تاكلوه، هتدعوا لي. بصوا كده مش عارفه الشاشه مبكسله ليه. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، يكون نال رضاكم. مش عارفه الشاشه مبكسله، انا بحاول اعدلها بس ممكن من البخار. بصوا حبه رز كده والله من الاخر. اتمنى يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكون نال رضاكم. واقول لكم استنوني ان شاء الله فيديوهات جايه كتير. اقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.